بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. أخبار نادي الزمالك. الجدل مستمر حول ضربة جزاء النادي الأهلي صحيحة أو غير صحيحة في مباراة إنبي. ضربة الجزاء اللي احتسبت في الدقيقة 66 حسبها الحكم محمود ناجي. يمكن حصل تواصل مع أحد المسؤولين في لجنة الحكام وقال إن هيبقى في جلسة تحليلية تحكيمية لحالات الأسبوع، وقال إن بنسبة 95% الحكام نجحوا في العشر مباريات اللي هم أقيموا في الفترة اللي فاتت. وقال كمان إن في دراسة إن هم يعملوا فيديو بالحالات التحكيمية دي ويتم نشره على منصة اتحاد الكورة أو مجلس إدارة أو منصة اتحاد الكورة، يعني موقع اتحاد الكورة يتم نشر فيديو فيه يحسم من الجدل حوالين أي حالات تحكيمية عشان يوضحوا للناس الحقيقة. ده رأي لجنة الحكام في ضرب الجزاء النادي الأهلي وغيرها. يبقى في جلسة مع الحكام اللي هم حكموا الماتشات اللي فاتت أو الأسبوع أو الجولة الأولانية، وهيتكلموا معاهم حوالين كل الحالات التحكيميه، ولكن لجنه الحكام شايفه ان 95% الحكام نجحوا في العشر مباريات اللي هم اتلعبوا حتى وقتنا هذا. ده قرار لجنه الحكام. قرارات الحكام في ضرب الجزاء الاهلي هيقولوا ويعيدوا، ولكن طبعا خلاص عدت، الاهلي فاز 3-2 وانتهت الامور. ولكن طبعا زي ما شفنا كابتن جهاد جريشه طلع وقال ان هي ضربه جزاء غير صحيحه. كابتن احمد شوبير في تصريحات اذاعيه هاجم جهاد جريشه وقال ان جهاد جريشه ما بيكون داخل لجنه حكام غير لجنه حكام، وان اراء مختلفه، وان في حالات كتيره جدا جدا حسبها جهاد جريشه في لما كان حكم ومشابهه لنفس الحاله بتاعه اشرف بن شرقي. نيجي لاخبار نادي الزمالك. اخبار نادي الزمالك ما زال الموضوع بزيره، هو ما فيش جديد. في ضغوط على نادي الزمالك ان هم يبيعوا اللاعب ويخلصوا منه، خلاص دي مشكله، وانه مش هيرجع تاني خلاص، هو لاوي يعني مش راجع تاني خلاص. ففي اراء كتيره، يمكن سمعت الكابتن نادر السيد، سمعت اراء حتى لعيبه سابقين من النادي الاهلي بيقولوا ان هو يبيعوا زيرة ويخلصوا منه بدل ما يخشوا معاه في مشاكل تانية، لان كده اللاعب مش راجع. مباراه البنك الاهلي مهمه جدا، الزمالك هيخش معسكر مغلق بكره استعدادا للمباراه. طبعا البنك الاهلي اتغلب من ابو قير الاسمده، اتغلب بهدف نظيف، ولكن ده يمنع ان البنك الاهلي فريق قوي وفريق محترم وفريق فيه بيضم لعيبه وجهاز فني محترمين جدا جدا جدا، والمباراه لن تكون سهله. في كلام ان عبد الله السعيد بيتم تجهيزه انه يخش القايمه، هيعود للقايمه تاني مره اخرى، وممكن هو يشارك في الشوط الثاني لو دخل القايمه الرسميه، ونفس الشيء بالنسبه لحسام اشرف. سيف جعفر يمكن مستمر في التدريبات زي ما هو، ما فيش قرار بالنسبه له، وحتى الان الجهاز الفني ما خدش قرار. يمكن قال له خلاص يرجع ويبقى موجود، ولكن القصه كلها ان هو النادي مش عايز يدفع مستحقاته. النادي لو ساب سيف فاروق جعفر دون فسخ عقده، يعني سيف فاروق جعفر بيطالب بالحصول على اكثر من 9 مليون جنيه، فالزمالك ما عندوش فلوس، فخلاص قال ان هو يتدرب مع الفرقه. بالرغم ان انا شايف ان هم لابد من الاستفاده من سيف مش وحش ولا حاجه، سيف لعيب كويس، سيف شارك في مباريات، سيف كان مؤثر في بعض المباريات، لازم ان هو ياخد فرصته زيه وزي بعض اللعيبه الشباب اللي موجودين. مجلس اداره بيفكر ان هو يصرف جزء من مستحقات اللعيبه في الفتره القادمه دي بهدف ان هو تحفيزهم. اللعيبه فيه بعض اللعيبه غاضبه جدا جدا ان هي المجلس وعد ان هو يديهم مستحقات، وحتى الان لم يحصلوا على مستحقاتهم الماليه. احمد الجفالي في عقوبه على احمد الجفالي. طبعا احمد الجفالي رغم انه رجع، وكابتن عبد الناصر محمد عقد معاه جلسه وعمل قياسات بدنيه وطبيه، ولكن مع ذلك هتطبق عليه اللائحه وهيتم تغريمه غرامه ماليه كبيره نظرا لتغيبه عن فتره الاعداد، رغم ان عقده مع ابها السعودي خلص من فتره طويله. كل التوفيق لنادي الزمالك. شكرا.